في ظل استمرار انتهاكات بيدا وسياسات اتجاه الشعب الكردي وكوادر ومؤيدي المجلس الوطني الكردي في سوريا، بينها الحملة الأخيرة في اختطاف صحفيين ونشطاء، يبدو استهداف المحادثات الكردية واضحا للرأي العام الكردي والدول والأطراف الراعية والداعمة لوحدة الموقف الكردي. قال سليمان أوسو عضو الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني الكردي في سوريا في 25 من تموز عام 2021 إن الاستمرار في احتجاز أنصار وأعضاء المجلس الوطني الكردي خلق احتقانا كبيرا في الشارع الكردي الذي بات يفقد الأمل من إمكانية استئناف المفاوضات الكردية. وتابع أوسو: هذه الانتهاكات تضع المجلس أمام خيارات صعبة. وأقدم مسلحو بيدا بتاريخ 17 من شهر تموز الجاري على اختطاف كل من محمد دحام أيو عضو الهيئة الاستشارية للحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا، مرزان حسين مراسل مؤسسة آرك الإعلامية وهو عضو المجلس الفرعي للحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا في بلدة قركيلقيه، محمد صالح أحمد شلال وهو عضو المجلس المنطقي للحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا في ناحية شلاغا بريفيديريك، عز الدين زين العابدين محمود المعروف بعز الدين مله وهو عضو المجلس الفرعي للحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا ومسؤول صحيفة كردستان في مدينة قامشلو. وفي وقت سابق اختطف المسلحون فرمز عبد الكريم حج عبده وهو عضو المجلس الفرعي للحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا ومن قرية مزراباني في منطقة ديريك. وفي السياق لا يزال مصير عبد الغفار محمد عضو المجلس المنطقي للحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا المختطف منذ أكثر من شهرين مجهولا، وبالرغم من المناشدات للكشف عن مصير المختطفين والإفراج الفوري عنهم لا معلومات عن مصيرهم حتى اللحظة. وكان عضو الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني الكردي سليمان أوسو قد نشر في منشور سابق له أن الاعتقالات الأخيرة بحق أعضاء المجلس الوطني الكردي في سوريا تخالف وثيقة الضمانات التي وقع عليها السفير الأمريكي ديفيد براونشتاين وقائد قسد مظلوم كوباني، ويضعهم أمام خيارات صعبة وهي إما إيقاف هذه الانتهاكات أو الظهور على الإعلام وتطبيق البند السادس من الوثيقة، والمتضمن كل من يخالف بنود وثيقة الضمانات يلام بشكل علني ويحمل مسؤولية إعاقة المفاوضات. تأتي هذه الانتهاكات المستمرة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي بيدا ومسلحيه في وقت أعلن فيه المجلس الوطني الكردي مرارا وتكرارا أنه ملتزم تماما بإنجاح المفاوضات الكردية التي يتطلع إليها الشعب الكردي منذ الإعلان عن بدئها. لريباز نيوز، علي عمر.